يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. وقلنا إن معنى يظن أن يخطر على باله ولو خطورا راجحا أن لن ينصره الله، أي لن ينصر الله سبحانه ورسوله. فالذي يظن هذا الظن لن يشفيه مما هو فيه من الغيظ إلا أمرين اثنين: إن هو يمد حبل للسماء علشان يقطع ويشنق نفسه فيه وينزله. قال لك زي أرى للسماء دي مش ممكن، اهو يبقى علقها على محال، يبقى مش ممكن يذهب غيظه ما دام علق على ايه. او قلنا سبب بلاش حبل دي ونخليها وسيله للصعود الى السماء ليصد نصر الله يا عم ايه، هو ده اللي ودي برضه مش وارده. او يجي لسقف بيته والسقف سماء ايضا ويعمل حبل يشنق نفسه، يبقى برضه مش هي ايه، مش هيذهب ايه غيظ. يبقى معنى الحق هيقولها في ايه ثانيه: قل موتوا بغيظكم. مش ممكن. وقلنا ان الغيظ بقى هو الانفعال اللي صفته كت وكت وكت وكت، وده يقع للمؤمن ويقع للكافر. مش قايل في ايه ثانيه: ويذهب غيظ قلوبكم. يبقى احنا لما نشوف الكفار معاندين كده وواقفين الموقف ده اللي هو مش عارف ايه بالجحود والانكار والسفاهه والاستهزاء والى اخره، ينغاظ منهم ولا ما ينغاظ؟ انما غيظنا ربنا ايه؟ يذهبوا ويشفينا منه. انما غيظهم هم هيعملوا ايه؟ هيموتوا بيه الاثنين. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. نقول احنا الاستفهام، احنا لما يستفهم عن شيء يبقى معناه ان المستفهم ما بيعرفش، مش عارف القضيه منك لانه يعلم. انما بده يقررك بقى، يقول لك العمليه دي طب ايه لو عمل كده غيظه يروح، يقول له لا ما يروحش. وكذلك انزلناه ايات بينات. برضو انزلناه، طب انزلنا ايه؟ القرآن. هو القرآن برضه، يبقى برضه الضمير هنا مرجعه متعين، وما دام مرجعه متعين يبقى مش عايز ان يذكر ايه؟ ان يذكر قبله. وكذلك انزلناه ايات، اي عجائب بينات. عجائب احنا قلنا الايات زمان بتتفسر 3 تفسيرات: الايات التي بسببها يستقر في الانسان ايمانه بالاله الفاعل المختار، ودي الآيات الكونية اللي بيشوفها في الكون دي. ومن آياته إيه؟ الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. كل دي إيه؟ ومن آياته الجوار في البحر كالإيه؟ دي كلها أشياء تدل على أن في إله حكيم وقادر هو اللي بينزل هذه الأشياء. تبقى دي آيات لتدلنا إلى اليقين الإيماني. هذه الآيات. ولما يرسل رسول ليبلغ عنه يديله آيات. تبقى الآيات هنا معناها إيه؟ معجزات عشان تثبت صدقه في التبليغ عن الله. يبقى الايات تطلق عليها الكونيات، او الايات اللي هتثبت عليه صدق الرسول في البلاغ عن الله، وهي الايه؟ المعجزات. او ايات تحمل الاحكام اللي هي ايات القران. هنا اي ايات اللي دي. وكذلك انزلناه ايات بينات. من ناحيه الكونيات جايب، ومن ناحيه الاعجاز هو المعجزه ولا لا، ومن ناحيه الاحكام هو حامل الاحكام ولا لا. يبقى اجمعوا ايات في الايه؟ في القران. وكذلك انزلناه ايات بينات وان الله يهدي من يريد. هنا بقى طبعا الوقفه بتاعت زمان اللي قلناها، نقول لك ما دام الله يهدي من يريد ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، الناس بقى يستمسكوها. اللي مش مهدي يقول لك ايه؟ ما اردش هدايتي، وانا هعمل ايه؟ طب وذنب ايه؟ ولذلك قلنا كذبهم في دي ايه؟ ان الوقفه العقليه عاده لما الواحد يقف وقفه عقليه يقف الوقفه العقليه في الشيء وفي مقابله. انما ان وقفت وقفه عقليه ونبهت العقل للتناقض في واحده وسبت الثانيه، يبقى وقفه تبريريه. وقفه ايه؟ هو بيقول طب اللي ضل يحتاج، يقول ما هو ربنا اللي بيضل، طب انا ذنب ايه؟ عشان اتعذب. طب ليه ما قلتش هو ربنا اللي بيهدي؟ طب ده لما يهديني اخد طاعه عليه واخد ثواب. ما جبتش دي ليه بقى؟ ما دام وقفه عقليه كان يجي بايه؟ الاثنين يجوا. ليه ما جبت دي بس وسبت ديك؟ اللي جاب لك خير صحيح انت عنه، واللي هيجيب لك شر ابتدات تتناقش ايه؟ طب اذا كان الله قد بين من شاء ان يضله ومن شاء ان يهديه، هو بينه نفسه. قال ان الله لا يهدي القوم الكافرين.
يبقى اذا كفره يسبق عدم الايه؟ الهدايه. يبقى كفر. ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى الفسق اتوجد ولا لا؟ ان الله لا يهدي القوم الظالمين. انما يهدي مين؟ يهدي يعني يدل على طريق الخير لمن امن به. انما اللي قال لي كفر يهديه ازاي؟ خلاص انا بهدي اللي مين؟ اللي امن بيه. واللي ما امنش بيا اقول له هنختم على قلبك ونخلي الايه؟ مش انت حبيت الكفر، مش انت عاشق الكفر، انا برضه هكون في جانبك لاني رب، وهختم على قلبك لا الكفر يطلع ولا الايمان يدخل. مش انت عايز كده؟ انا هساعدك برماني رب، خلاص هساعدك وادي لك اللي انت عايزه يا اخويا. خلاص كده. يبقى اذا بين الله من يريد هدايته وبين من يريد ايه؟ ضلال. والذين اهتدوا زادهم. واحنا سبق قلنا برضو تمثيل ولله المثل الاعلى. قلنا بتاع رجل المرور، رجل المرور اللي انت ماشي الطرق متعدده وانت عايز تروح مكان خاص ولا انتش عارف الطريق، فاذا رجل المرور يقول لك والله الطريق الاسكندريه من هنا، يبقى دلك ولا ما دلكش؟ هل دلالته لك ترغمك على ان تسير فيه ولا انت حر بقى تمشي ولا ما تمشيش؟ مش في شغلته بقى، مش واخد بالك ولا؟ طيب فاذا كنت قلت له كتر خيرك الحمد لله اللي وجدتك ده، اللي كنت هتمه يقول لك انت راجل طيب. ما دام كده بس في السكه دي لفه كده شويه متعبه، انا هركب وياك العربيه لحد ايه؟ منفذك مني. يبقى اللي امن بيه وصدقه كده وقابل المساله كويسه يعمل فيه ايه؟ يعاونه. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. واللي تنح له قال له يقدر انك ما انتش عارف السكه وانت من امتى هنا، يقول له انجاز بقى خلاص انت مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا الهدايه دلاله. الله دل المؤمن والكافر على طريق الخير. فاللي يقول احمدك يا رب على ان دللتني يقول له ما دام كده وهعينك على العمليه الشاقه خليها سهله ايه؟ سهله عليك واوتيك تقواك في الدنيا، خلي نور الاشراق يجي في نفسك كده وبتاع. وكذلك انزلناه ايات اي ايات بينات شامله لكل الوان العقائد. ايات كونيه عشان تؤمن بالاله، ايات مخالفه للقوانين وللنواميس عشان تثبت صدق الايه؟ الرسول، ايات تحمل الايه؟ الاحكام المطلوبه فيه افعل ولا ايه؟ ولا تفعل. ايات بينات وان الله يهدي من يريد، اللي يريد ربنا. طب يريد مين بقى؟ هي المساله كده. قال لك لا، اللي يجي له ايمانا يديله طريقه. نعم. ولذلك لما يجي يدي احكام، لما يجي يدي طلب ايمان ما يقولش يا ايها الذين امنوا، يقول لك يا ايها الناس، ويخاطب الناس عشان يؤمنوا ويكتبوا للكون. لكن لما يخاطب مؤمن يدي له احكام، يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم، يا من امنت به خذ مني تعاليم. يبقى ساعه ما يقول يا ايها الناس يبقى بده دليل ايه؟ الناس تؤمن. وبعد ما يؤمنوا يا ايها الذين امنوا يقول لهم كتب عليكم كذا. هل يكلف الله من لم يؤمن به؟ ما يكلفوش، ده هو ما امنش خالص. نعم. الدكتور يخلي واحد ماشي كده ويروح جايبه كده يقول له خد الروجيتا دي، ولا يروح للراح عنده وقعده كشف عليه وشاف ايه ويدي له بقى روجيتا. فاللي يروح لربنا يدي له، ما يروح له شيء خلاص ينتهي. نعم. وكذلك انزلناه اي القران ايات بينات. وكلمه انزلناه احنا قلنا لكم انها تفيد العلو، يعني ان كان فيه تشريع يشق على نفسك او يعوق بينك وبين ما تشتهيه نفسك من المساوئ، فافهم انه مش من المساوي، لان انت كنت تتنح للامر من المساوي. لما واحد يبقى زيك كده ويجي يامرك بحاجه بتقول له ليه ولا لا؟ تقول له ايه؟ ليه عملت ليه؟ انما واحد اعلى منك انتهت المساله. ولذلك لما جه سيدنا ابو بكر وقالوا ان صاحبك بيحدث انه ايه ذهب لبيت المقدس وطلع السماء، قال ان كان قال فقد صدق. ما بنبحث المساله، امر اعلى من قال كده خلاص انتهت المساله، ما نقشش. نعم. واحنا قلنا زمان لما يجي واحد يعودني وانا مريض ويلاقي ادويه كتير يقول ايه الدواء دي؟ ليه؟ والله الطبيب كتبه.
انما انا بدخل في متاهه وياه اقول له ده عشان العنصر كذا وهيعمل كذا والتفاعل كذا، انا بدخل فيه انا مالي. ولذلك يقول لك ربنا قال لك كده ليه؟ قال والله هو قال لي كده. يبقى حجه كل امر ان تعلم حكمته ولا ان تعلم امرا به. هو قال كده، ولذلك ما تدخلش في متاهه انت. هو قال ايه؟ قال كده بس انتهت المساله. مع قياس مع الفارق يعني، ولله المثل الاعلى. الان الطبيب يمكن يقول لي على حاجه تؤدي لي في داعي ويغلط غلطه ايه مش كده ولا لا؟ سبحان من يرث الطبيب وطبه ويري المريض مصارع الآسنة. يبقى بيعالجني يقول له ايه يا فلان انت ما تدريش؟ يقول انا رايح الدكتور. هو انت اكنك ما تدريش، مات امبارح. الله. ويري الطبيب ايه؟ مصارع الايه؟ الآسنة. وكذلك انزلناه آيات بينات وأن الله لا يهدي وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، كم واحد يا أخوة؟ الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئين والمجوس والذين ايه؟ يبقوا كم كيس؟ 6. ايه الخبر عن دول كلهم كده؟ قال ايه عنهم؟ ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد. لكن لازم يفصل بينهم، يبقى في خلاف، في معركة بينهم. امال هيفصل يعني ايه؟ لازم في ايه؟ معركة. وفي آية ثانية برضه ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين برضه من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم ايه؟ ولا خوف عليهم ولا هم ايه؟ يحزنون. الله. وفي آية ثانية بقى، آية من دول بتقدم الصابئين خلاص، وآية بتأخر الصابئين. يعني الآية احنا عندنا كام؟ الذين آمنوا هي خليك وياي والذين هادوا والنصارى. الترتيب ده ماشي في كل الآيات. وبعدين مرة يقول ايه؟ والنصارى والصابئين، ومرة يقول والصابئين والنصارى، ومرة برضه يجيب والصابئين الأول بس مش والصابئين، يقول سورة المائدة فيه في البقرة، وهنا في سورة الايه؟ المائدة. يبقى احنا عندنا 3 ما فيش فيهم خلاف، اللي هم مين؟ ايه؟ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. النصارى مرة جت في قبل الصابئين، والصابئين جت مرة ثانية قبلها. يبقى فيه والنصارى والصابئين، وفيه ايه؟ والصابئين والنصارى. وفي آية ثانية جابت الصابئين الأول بس عملت والصابئون، مش منصوبة بالايه؟ ده مرفوعة بالايه؟ بالواو. يبقى 3 آيات في القرآن، في البقرة وفي المائدة وهنا. المسألة دي عايزة كلام يعني. ازاي بقى؟ قال لك اما الذين امنوا اي بمحمد صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى والبتاع دول اللي كانوا قبل ايه؟ اللي كانوا قبل كده. طب ايه الصابئين؟ الصابئة هم جماعة كانوا على دين ابراهيم وبعدين عبدوا الكواكب. خلاص كده؟ اسمهم صبأوا يعني عن الدين الحق. والمجوس دول عبدة الايه؟ النار. والذين اشركوا اللي هم بتوع الاصنام والاوثان. طب ايه حكايه انه يقدم الصابئين مره والنصارى مره ويقول والصابئون المره الثالثه؟ ايه الحكايه؟ اما قال لك لان الصابئه النصارى فرقه كبيره ومعروفه لان لهم نبي ايه؟ طب والصابئين ده جماعه كانوا اتباع نبي وطلعوا عملوا لهم ايه؟ رأي لوحدهم وعقيدة لوحدهم، فهم كله. لكنهم كانوا قبل النصارى، فإذا راع الزمن قال والصابئين النصارى، وإذا راع الكمية والكثرة والشهرة يقول والنصارى والصابئين. يبقى إذا في التقديم هنا له معنى والتأخير له إيه؟ فالذي تابهم واحدهم كده يهود ونصارى، وبعدين الصابئين جم يقولوا لا الصابئين جم قبل النصارى، يقول اذا والصابئين والنصارى جاءت بالترتيب الزمني.
ولكن لما يقول والنصارى والصابئين يبقى جاب الايه؟ الكميه والحاله العامه. طب كلمه والصابئون وبعدين يجيب النصارى، قدم الصابئين بس اخذت حكما ايه؟ لوحدها، مش معطوفه، لان المنصوب معطوف كان ينصب بايه؟ بالياء. هنا بقى بالواو وهو يبقى مرفوع. يبقى ازاي يوصف مرفوع بين منصوبات؟ ان الذين امنوا هتبقى الايه؟ على النصر، والذين هادوا بالنصر والصابئون. ازاي هتيجي؟ يبقى معطوف مرفوع على منصوب وبعدين يجيب منصوب ثاني. قال لك شوف بقى، ما دمت انت قلت انه حين يقدم النصارى بينظر الى الكميه وشهره الدين، ولانه نبي على طول كده، انما دوكم كانوا مسلوقين من اتباع نبي خلاص. وان اراد بقى المعنى الثاني يقوم يقدم دول، يبقى ده التقديم له هنا معنى والتقديم هنا له معنى. فالايه الثالثه هتيجي على اي وجه؟ يعني يقدمها ولا يأخرها؟ قال لك يجمع فيها تقديم وتأخير معا. ازاي يعني تقديم وتأخير معا؟ قال لك لا، قال لك لأن لما يقول والصابئون وهي مرفوعة مع أن الكلام قبل نصب وبعد نصب، يبقى دليل على أن ما يعطفش المرفوع إلا بعد الجملة ما تتم، فكأنها في المعنى إن الذين آمنوا والذين هادوا إيه؟ والنصارى والصابئون كذلك، يبقى بيعطي الجملة، فجابها قدمها في اللفظ وأخرها في المعنى، فجمعت القراءتين. فجمعت ايه؟ القراءتين. يبقى ثاني اهو، احنا عندنا الذين امنوا والذين هادوا إيه؟ والنصارى. النصارى جت مره قبل الصابئين والصابئين جت قبل الايه؟ النصارى. فاذا قدم النصارى نظر الى انهم اتباع نبي مباشره وجمهرتهم كتير، واذا قدم الصابئين فلان زمانهم قبل مين؟ قبل النصارى. فالايه الثالثه هتيجي مع مين؟ تيجي على الزمن ولا تيجي على الاثنين؟ يقوم يعملها ازاي؟ يقوم يخليها مرفوعه. تقوم انت لما تشوفها مرفوعه تقول الله، ده معنى مرفوعه ما يمكنش الرفع الا بعد تمام الجمله. يبقى اكنه قال ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون كذلك، يبقى عطف جمله. الصابئون عطف ايه؟ يبقى اكنها في المعنى مؤخره ولا مش مؤخره؟ ولكنها في اللفظ، ويبقى خد من هنا التقديم ومن هنا الايه؟ من هنا التأخير. خلاص؟ تعال بقى الخلافات اللي بتنشأ حول الأديان. فيه قوم يؤمنون بالإله ويؤمنون بالنبي المبلغ عن الإله، لكنهم يختلفون فيما بينهم في أشياء، زي مثلا المعتزلة وأهل السنة، زي الجبرية والقدرية، مؤمنين برسول الله ومؤمنين بالله، إنما بيختلفوا في إيه؟ ده يثبت الصفات وده ينفي الصفات، وده فيه جبر يقول لك انا مجبور على كذا، وده فيه قدري يعني. انما هم مؤمنين بمين؟ يبقى هم مؤمنين بالله الفاعل المختار، ومؤمنين بمين؟ بالرسول، لكن بيختلفوا في حتت جايبها النبي. كل واحد بيجيب رأي ليه. ادي واحده. في ناس مؤمنين بالاله الفاعل المختار، ولكنهم يختلفون في النبي. يختلفون في ايه؟ في النبي. موسى ولا عيسى ولا محمد؟ يبقى الاختلاف في مين؟ لا الفاعل المختار كله معتقد ولا لا؟ معتقدين، انما مختلفين في مين؟ بس في النبوات دي حق ولا لا؟ محمد حق، موسى حق، عيسى حق. أم قال لك وقد تكون تنبؤا مدعا، زي المجوس مثلا اللي بيعبدوا النار، نبوة ايه؟ مدعاه، زي اللي بيعبدوا اسمه ده كونفوشيوس، واللي بيعبدوا اسمه بوذا، واللي بيعبدوا. يبقى عرفنا دلوقتي الاول هم جماعة متفقون على الاله المختار ومتفقون على النبي، الا انهم يختلفون في بعض الجزئيات لخلق الافعال وتثبيت الصفات وهو الى اخره، زي الجبرية والقدرية وزي المعتزلة واهل ايه؟ واهل السنة. وفي ناس يتفقون في الفاعل المختار ويختلفون في الايه؟ في النبي. لا يقولوا ايه؟ احنا متفقين على اننا مختلفين عن النبي. نقوم نقول له طيب النبوه دي صدق ولا كذب؟ فان كانت صدق ادي نوع، وان كانت كذب ادي ايه؟ نوع. طيب وايه كمان؟ ام قال لك في ناس لا دولي ولا دولي ولا دولي بيعبدوا شويه حجاره وشويه ايه؟ وشويه اصنام.
يبقى اذا اللي بالمشركين دول هم عبدة مين؟ والمجوس عبدة ايه؟ متنبئ، واحد بيتنبأ. واليهود والنصارى والصابئة عبدة ايه؟ برضه كانوا تابعين للنبي بس انسلخوا وعبدوا مين؟ الكواكب، انما كانوا تابعين النبي. وبعدين اليهود والنصارى دول تبع انبياء ومؤمنون بالفعل الايه؟ المختار. يبقى الخلافات كلها تيجي يعني كم حاجه؟ 6. اما قال لك دول حكمهم ايه بعد ظهوره صلى الله عليه وسلم؟ قال لك في جماعه وقبل ظهوره محكوم عليهم بالفساد اللي هم بيعبدوا الاصنام. ده مع كل رسول دول ضيعين، واللي بيعبدوا النبوه المدعاه كلهم ضيعين. انما التانيين بقى اللي هم بقى اللي بيؤمنوا باله فاعل مختار ويؤمنوا بنبوه صادقه، يقول لهم تعال الله عمل اخر الامر تصفيه لهذه المسائل. اللي كان يهود قبل ما يظهر محمد او من النصراني قبل ما يظهر محمد خلاص، وما دام امن اللي هي الايمان الاول ده الذين امنوا والذين هادوا كله، كان دي تصفيه. زي ما نقول اوكازيون ايماني، انتهى كل شيء من اللي فات ودلوقتي ابتدأنا ايه؟ ولذلك قال من آمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. مش لأنه كان يهودي نعاقبه ولا أنه كان مسيحي ولا نعاقبه ولا كان مجوسي نقول له لا أبدا. المسألة تصفية النهار. احنا ولاد دلوقتي ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحنا عندنا قضية في الأديان التي سبقت النبوة المحمدية. إذ أخذ الله ميثاق النبيين قال إيه؟ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا إيه؟ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن فالمفروض في كل نبي إنه قبل إنه لما يجي يقول هيجي لا بصفته كيف وصفته كيف، ومن آمن به ساعة ما يجيله يؤمن به وإياه. يبقى كان مطلوب من إيه؟ ولذلك موسى وعيسى نبههم على وجود الايه النبي بدليل انه ايه؟ ان قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يبقى كانوا معروفين، عرفوا منين؟ نبوتهم قالت النبوه ايه؟ فكأن مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وجمع الأديان كلها وزاد ما زاد مما تقتضيه أقضية العصر إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة. فهنا تصفية، استأنفوها بإيمان واستأنفوها بعمل إيه؟ صالح، يبقى لكم أجركم عند ربكم، ولن ما تطعنش فيكم أنكم كنتم يهود سابقين ولا نصارى سابقين ولا مجوس سابقين ولا كنتم مشركين حتى سابقين برضه عن إيه؟ نسبة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، هنا الآية دي كبائر من آمن بالله وعمل صالحا. الآية الثانية إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. ده بيدي الحالتين الاثنين، إما أن تتفقوا على الرسول ده بتاعه أو تختلفوا. فاللي اتفقتم يبقى لكم أجركم إن عملتوا صالح ومش عارف هنا، وإن كان في اختلاف يبقى فيه فصل بقى بينكم، مين يشوف مين اللي محقوق ومين اللي عليه الجزاء ومين اللي ياخد الايه؟ من ياخد. فكأن الآيات تعرضت إلى أمرين: وجود الديانات الفوق وكانت حق ولا باطل، وأن رسول الله جاء تصفية للمسألة العقدية في الكون. فهي الناس إن آمنتم به، المسألة بتاعتكم بتاعت زمان خلاص نسيناها، وإن ما كنتوش هتأمنوا سنفصلوا إيه؟ بينكم. يبقى دي آية إذا اختلفتم معهم، وديك آية الإيه؟ إذا اتفقتم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. يفصل بينهم في إيه؟ أم قال لك الفصل ده إما فصل أماكن وفصل جزاءات، ولا يحكم بينهم ويقول انت كذا وانت باطل وانت على كذا كذا كذا. قال لك ما هي هتؤدي الى اختلاف الاماكن، لما يفصل في الحكم راح تؤدي الى اختلاف الايه؟ الى اختلاف الاماكن. ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. تعالوا، ان الله يفصل يبقى هو الحكم اللي هيحكم، والحكم ده عايز حاجتين اثنين: يا بينه يا شهود. الشهود لازم يكونوا عدول. معنى عدول يعني لهم دين ما يخليهمش يميلوا عن الحق،
لكن اللي بيحكم مش عايز شهود لانه شايف وعارف كل حاجه. ومن العجيب ان فصل الحق سبحانه وتعالى فصل توجد فيه كل السلطات، السلطه الايه والسلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه. انما انت قد تحكم وبعدين التنفيذ يتعطل. انما قال لك لا، انا بعمل ايه بشرع واعمل ايه واحكم ونفذ. مش هتتلاقى هنا في السراديب دي ولا تروح كده ولا تيجي كده ولا ابدا. ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. ومش هنفصل بينهم على غمام، ده احنا نبهنا من الاول وقلنا يا ناس فكروا كويس ان المساله مش هتمر كده، بل لابد فيها من ايه؟ من فصل. يبقى اذا ادى الاعلام الاول ولا لا؟ لانه ما دام هيجي يجرم ويعاقب يبقى لازم يعمل ايه؟ يبقى لازم اعلام، لازم نص. الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. احنا تعرضنا للآية دي مرارا في حاجات كتير، وقلنا ساعتها يطلب الحق ويقول ألم ترى في شيء لم يره مخاطبه، يبقى المقصود منها الايه؟ العلم. ألم ترى أي طب وليه ما قالش ألم تعلم وبلاش ألم ترى؟ قال لك لأن العين هي وسيلة الإدراك اللي هي أوضح وسيلة، لأنك أنت اللي بتشوفه يبقى قدامك، إنما لما تسمع ما أنت شايف، يمكن تسمع من لم ترى، إنما شايفه يبقى ليس مع العين أي خلاص. فطب وليه مش قال ألم تعلم وقول ألم ترى؟ قلنا لأن الله يقول لك إن إخباري لك لتعلم أقوى في الحقيقة من أن ترى. ولذلك قلنا في آية ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الإيه؟ مع أن النبي ولد عامل في الوقت نفس الحكاية دي، يبقى بيقول له أنا اللي بعلمك أهو، وإذا أعلمتك أنا يبقى العلم ده إيه؟ أكثر من إيه؟ من أنا. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض كذلك ذلك أعلام من الله. قال لك أيوه، لأن في آيات. وإلى لقاء